تركايه حكايه ازاي تزود شده التمرين بتاعتك، واتكلمت عن 10 انواع من السيتس اللي تقدر تدخلها في التمرين اللي بنسميها ميتابوليك تريننج. انت عنها قبل كده في 10 فيديوهات مهمين جدا لازم تسمعهم، زي السوبر سيت، الدروب سيت، الستريب سيت، وكمان بارشال سيت. كل الحاجات دي مهمه قوي ولازم تشوف السلسله ديت. بس انا جاي لك النهارده في حاجه اول مره تسمع عنها، حاجه اسمها كلاستر سيت. ارنولد حبيب قلبنا كان بيتمرن التمرين ده، وهو عباره انك بتتمرن التمرين كله او تمرينين 2 بس في التمرينه كلها، يعني مثلا بنش بريس وبار رو مثلا. فكان بيتمرن ازاي الوحش؟ تسخن كويس وتخش حاجه اسمها بنش بريس وليكن مثلا، وتحط وزن محترم تقدر تجيب بيه 8 عدات. بعد ما تجيب ال8 عدات بتبدا تاخد راحه دقيقتين وتخش تتمرن بالوزن تاني، وتاخد راحه دقيقتين وتخش تتمرن بالوزن تاني لمده مثلا 5 أو 6 مجموعات. ايه فايده الكلاستر سيت؟ اول حاجه الزياده العضليه والضخامه، ده بيديك فرصه انك تريح وتقدر تلعب بالوزن بشكل احسن، فيديك قوه في الوزن ان انت تقدر تزق كويس، ويديك ضخامه عضليه لان انت بتعمل هنا بروجريسيف اوفرلود. الثانيه هو مدى حركي كامل وصحيح، بيخلي التكنيك والاداء بتاعك في التمرين احسن لان انت بتريح، تقدر تخش بنفس الوزن باداء احسن. زود كمان معايا حاجه اسمها التي يو تي، واللي شرحته في الفيديو اللي قدامك ده من اعظم واحسن الفيديوهات اللي شرحتها وعملتها في حياتي. يديك اداء حلو، كمان بيكسر الروتين بتاعك، كمان بتحس انك بتعمل حاجه جديده او بتغير في التمرين بتاعك بشكل كويس. وصدقني جرب التمرين ده هيعمل معاك نتيجه رهيبه.